اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك. ده مش كلامي، ده كلام سيد الخلق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لصحبتي أزكى السلام تحية، حي الصحاب وخيرة الخلان. طبعا كلنا بنزعل جدا لما الكهرباء تقطع. طب ما تيجوا نستغل الوقت ده في حاجات مفيدة ونشوف ممكن نعمل ايه بدل الوقت ما يضيع مننا على الفاضي. أول حاجة ممكن نستغله في قراءة القرآن وتدبر معانيه، أو تحفظ ورد تكون محدده لنفسك على حسب مقدرتك. تقدر تحفظ نص صفحة أو صفحة أو ربع أو أكتر على حسب. ممكن تستغله في قراءة الأذكار والتسبيح، فمثلا تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 100 مرة، وهكذا. هتلاقي الوقت عدى في حاجة مفيدة جدا، ولسانك كمان اتعود على الذكر. قراءة كتب في المجالات اللي بتحبها، أو ممكن تختار مجال جديد تاخد عنه فكرة، سواء كان كتاب ورقي أو كنت محمله PDF. وده هيساعدك على اكتساب فهم جيد للعالم من حولك، واكتساب مهارات جديدة تساعدك أكتر على النمو الشخصي. ده غير إن القراءة بتقلل التوتر وتحفز الدماغ وتحسن ذاكرتك، وكمان بتخلق عندك مهارات كتابية أفضل. ممكن تقعد مع أهلك وتقضوا مع بعض وقت لطيف، لأنه طبعا مع وجود النت والسوشيال ميديا بقينا بعيد عن بعض، وكل واحد مع تليفونه. فممكن تتناقشوا مع بعض في مواضيع مهمة وتتبادلوا الأفكار والآراء، أو تلعبوا ألعاب مسلية وتهزروا وتضحكوا مع بعض. أو ممكن تتصل بناس بقالك فترة كبيرة ما سألتش عنهم، وهو ترجع العلاقات بينكم. ممكن تمارس رياضة أو هواية بتحبها زي الرسم أو التطريز مثلا، وده بيساعدك تجدد طاقتك وتقلل التوتر والضغط في حياتك. ممكن تعلم أولادك مهارة جديدة أو معلومة جديدة، أو تتعاونوا مع بعض وكل واحد يرتب غرفته وينظفها. فالمنزل المرتب هو منزل سعيد، وغيرها كتير من الأفكار اللي ممكن نعملها. كلنا عارفين إن الوقت له أهمية كبيرة جدا في حياتنا، والإنسان الناجح هو اللي يحسن استغلال الوقت ويعرف يدير وقته وينظمه. وهتلاقي الشخص ده روحه المعنوية مرتفعة جدا، وعنده ثقة بنفسه كبيرة جدا. الوقت أمانة في إيد الإنسان وأثمن من المال. استغلال الوقت والاستفادة منه ده اللي بيميز بين الأشخاص الناجحين اللي عرفوا إزاي يستفيدوا من أوقاتهم والأشخاص العاديين، وده كمان اللي بيميز بين الأمم المختلفة. اكتبوا لنا في التعليقات بتقضوا وقتكم إزاي، وإزاي نستغل وقت فراغنا.